السلام عليكم طلابي اللزاز العزاز المتميزين المتفردين. اهلا بكم مره تانية على قناتنا قناه مستر علاء يوسف. والنهارده هنتكلم عن كلمتين من الكلمات اللي بيلخبطوا الناس شويه، بس انسى اللخبطه دي كانت زمان خلاص. شوف الفيديو ده لحد اخره وان شاء الله بعد 100 سنه من دلوقتي مش هتتلخبط بين الفرق بين every و each. طب اقول لكم يلا ما نضيعش وقت. every و each الاتنين يا جماعه او الكلمتين ممكن يكون معناهم واحد اللي هو كل. طيب احنا عاملين الفيديو ده عشان نعلمك ازاي تفرق بين الكلمتين، بس قبل ما اعلمك ازاي تفرق بين الكلمتين عايز الاول اركز على اوجه التشابه بين الكلمتين سواء every او each. الكلمتين الاتنين مشتركتين في معلومتين اتنين يا جماعه. اولا ان لازم each او every يجي بعديهم اسم مفرد يعد، يعني اسم مفرد بس اقدر اعده، مثلا زي student اسمه مفرد بس اقدر اعده، زي boy اسمه مفرد بس اقدر اعده او اجمعه او اجيب الجمع منه. يبقى اول معلومه عايزين نعرفها ان سواء each او every لازم يجي بعدهم اسم مفرد يعد. each student in the class should be careful should be hard working. ماشي، كل تلميذ في الفصل لازم يكون مجتهد او حريص. يبقى تاني لو لاحظنا ان جه بعدها كلمه student اللي هي مفرد يعد. المعلومه الثانيه او اوجه الشبه الثاني نقدر نستنتجه من المعلومه الاولى ان ما دام بعديهم اسم مفرد يعد فبالتالي مع كلمه every او كلمه each فعل الجمله لازم بيكون في حاله مفرد. يعني ايه يا مستر فعل في حاله مفرد؟ يعني is مش are، يعني was مش were، يعني في المضارع البسيط الفعل بإضافة s مش الفعل دون أي إضافات. تاني هقول المعلومتين أو أوجه الشبه بين every و each قبل ما نتنقل مع بعض لأوجه الاختلاف. أولا الكلمتين بيجي بعديهم اسم مفرد يعد. ثانيا فعل الجملة بيبقى فعل في حالة مفرد. طيب دلوقتي احنا قلنا اوجه التشابه، يبقى الطبيعي ان احنا ننتقل مع بعض لاوجه الاختلاف بين الكلمتين. بص ركز معايا براحه كده، ويا سلام لو جبت ورقه صغيره كده تكتب فيها اللي انا بقوله. هنفرق بين الكلمتين بكم معلومه صغيره. اول حاجه ان كلمه each بتشير لاثنين، كلمه every بتشير لاكتر من اثنين. هقولها تاني، each بتشير لاثنين، every بتشير لاكتر من اثنين. بص للامثله دي لما اجي اقول لك she is wearing a watch in each hand. She is wearing a watch in each hand. ليه يا مستر هنا خدت each ما خدتش every؟ لان معروف ان كل انسان فينا ليه كام ايد؟ اتنين، فهنا الكلمه بتشير لشيئين او حاجتين عشان كده خدت each. شوف بقى الفرق بين المثال اللي فات ده والمثال اللي جاي. she wears او she is wearing a ring in every finger. هي لابسه في كل صابع من صوابع ايديها خاتم. ليه يا مستر هنا خدت every ما خدتش each؟ اقول لك لان اشير لاكتر من اتنين، لان الطبيعي ان هي لابسه خاتم في كل صابع، واحنا لينا كام صابع؟ 10 صوابع. هقولها تاني، اول وجه اختلاف يا جماعه بين each وافري ان each بتشير لاثنين، افري بتشير لثلاثه او اكتر. الفرق الثاني بين الكلمتين هقوله لك بالبلدي كده او بالعاميه عشان خاطر ما يطلعش من دماغك. افري بتشير للكل انما each بتشير لكل واحد على حده. افري بتشير للكل انما each بتشير لكل واحد على حده. يعني لما اقول لك the teacher asked every student to open their box. المدرس لما بيدخل الفصل وبيطلب من التلاميذ ان هم يفتحوا الكتب بيعدي على تلميذ كده يقول له افتح كتابك؟ لا طبعا، الطبيعي ان هو بيدي الامر للجميع والجميع بينفذ الامر. يبقى every هنا بتشير لكله على بعضه، each بقى بتشير لكل واحد على حده. على سبيل المثال لما اقول لك the teacher asked each student about their names، ان المدرس سأل كل تلميذ عن اسمه. هل المدرس بيدخل الفصل يقول للمجموعه اساميكم ايه فكلهم بيردوا عليه بصوت واحد؟ لا طبعا، الاسماء الطبيعي ان كل واحد بيبقى ليه اسم مختلف عن التاني، فهنا لما بيسالهم عن اساميهم بيسال واحد واحد. هقولها تاني بالبلدي، every لو كله على بعضه، each لو كل على حده. الفرق الثالث يا جماعه ان انا بستخدم every مش each عشان اعبر عن التكرار. يعني ايه؟ يعني مثلا عايز اقول كل يوم بقول every
day مش each day. عايز اقول كل اسبوع بقول every week. عايز اقول كل شهر بتبقى every month. عايز اقول كل سنه بتبقى every year. يبقى بستخدم every مش each عشان خاطر اعبر عن التكرار. تعالى بقى نحاول نلم كل اللي احنا قلناه ده في دقيقه او اقل من دقيقه. احنا قسمنا الموضوع بين every و each لاوجه تشابه واوجه اختلاف. اوجه التشابه قلنا فيها حاجتين اتنين. اول حاجه ان سواء every او each بيجي بعدهم اسم مفرد يعد. اسم مفرد يعد. تاني اوجه او تاني وجه من اوجه التشابه اقدر استنتجه من الاول ان مادام each و every بيجي بعديهم اسم مفرد يعد، فبالتالي فعل الجمله بيكون في حاله مفرد. نسيب اوجه التشابه ونروح لاوجه الاختلاف اللي قلناها. each كل على حده، every كله على بعضه. each بتشير لاثنين، every بتشير لثلاثه او اكتر. every اللي بستخدمها مع التكرار زي every day و every week. وفي النهايه يا رب تكون الحلقه عجبتكم. اعمل لايك للفيديو ده عشان تساعده على الانتشار. اعمل سبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتش، وخلي بالك اللي عندنا بجد مش عند اي حد. سلام عليكم.